لان انا استاذه وعندي تلاميذ، ودوك التلاميذ عندهم واحد العمر معين. في اخر السنه كما كتعرفوا كنساليو البروغرام كله. انا في ذاك النهار درت لهم مسابقه ما بين البنات وما بين الاولاد. منين وقفوا الاولاد هذو، منين وقفوا في حرف الياء داروا يا قلبي خلي الحاء. منين جا في حرف الحاء حرمت بك نعاسيا. سا ما في فريمون بليزير. اللي جميل في هذا البرنامج انه كيبين التنوع ديالنا اللي كاين في المغرب، من الموسيقى التراثيه، من الموسيقى المغربيه، من الموسيقى. فرحتي قلبي خلي الحال يمشي على حاله. او بدل المشيه نتاعك علي باش حبيتني نمشي على السبيكتور او تسكيل ما تمات 106. هجرة الجزائريين خصوصا إلى تطوان ابتداء من سنة 1830 بعد الاستعمار الفرنسي للجزائر، دخلوا معهم الجزائر مكونات حضارية وتقاليد جزائرية. وتعرف أنه في المغرب كامل الجزائريين كاين تأثير عثماني كذلك. تماما تأثير عثماني، لأن كانوا مفعمين بالحضارة العثمانية. دخلوا معهم مسائل تقليدية من ناحية الطبخ، من ناحية اللباس، من ناحية طريقة الاحتفالات إلى آخره. والأغاني دخلوا معهم واحد النوع ديال الموسيقى اللي يسمى القادريات والزندانيات، اللي هما أغاني على إيقاع خاص واللي قبلوها التطوانيين. وكذلك دخلوا معهم بعض الطبوع اللي كاينة بشكل قليل في المغرب، منهم اللي كنسميوها راس الدين المغربي أو الزرقاء، اللي هي الطبوع كنوجدوها مثلا في الرباط، كنوجدوها في وجدة، في الغرناطي، ولكن كنوجدوها كذلك في تطوان بحكم هذا التأثير الجزائري. دار هو هرب بالليغو عيني للخصيات. عنده فين ما يحط الفيديو ديال عمي تبون حيتو مريض ضربو جن سميتو جزائر، يجلس يدير هذا. اقول لي يا بالليغو ماماك علاش توحمات؟ واش حنا كنموت على شي حاجه سميتو غناء جزائري؟ نقلدوا هضرتهم، نقلدوا لبسهم، ونبداو نهضروا فيهم. حنا راه ظهر لينا وماركين لينا على المراره، حيت كنا كنشوف ماركين لينا على المراره كنا ما غاديش نعمروا روسنا بهم وما غنهضروش فيهم.